تخيل تكون شاب عادي بعدين تكتشف إن عيلتك عندها قدرات خارقة بتتورث، إن كل ما فلوسكم بتزيد قوتكم بتزيد أكتر. أهو ده اللي حصل مع بطلنا المفلس كانج. تعالوا نشوف إزاي استغل الموضوع ده في محاربة الأشرار وإنه يكسب فلوس من وراه. بيبدأ المسلسل بكانج اللي بيكون عاوز يشتري شقة هو وحبيبته مين، برغم ان هو معهوش فلوس، وبتكون مين شاطرة في الحسابات وبتظبط له كل مصاريفه وبتكون عاقلة جدا على عكسه. وفي الحقيقة كمان هي أثرت فترة التعارف ما بينهم وقالت له يبتدوا يتقابلوا علشان يوفروا فلوس الخروجات والكلام ده، وكمان طلبت منه ان هما يتجوزوا علشان ياخدوا سعر أحسن للشقة، وهو وافق فعلا لأنه بيثق في قراراتها. بنشوف بعد كده كانجا وهو رايح لأبوه لأن أبوه طلب منه يجيله. بعد ما بيدخل أبوه بيقوله ان هو هيتقاعد وهيستلم المعاش، بيمسك ايده وبيديله قوة، وبنعرف ان عيلة كانجا على مدى القرون كان عندهم قوة خارقة، وان القوة ديت بتخليهم يساعدوا الناس المحتاجة وانها بتنتقل عن طريق الدم. وبيقوله ما يقولش لحد، وبنعرف ان في 3 قواعد للقوة دي، وان هو يساعد الناس بهدوء وما يسرقش فلوس من حد علشان يستخدم القوة، وبيديله كارت لمرابي اسمه بارك، وده كل العيلة بيروحوله. بعد ما كانج بيمشي بقى من عند ابوه بيروح يقابل مين على طول عشان يقول لها موضوع القدرات ده، وبيثبت لها بعينها موضوع القدرة علشان لو فكرت ما تصدقوش ولا حاجة، وساعتها بتصدم قوي وبتفكر في حل معاه ان هم يستفيدوا من قوته دي، لكن مش بيلاقوا اي حل. تاني يوم بقى بنشوف كانج وهو بيجهز علشان يروح للشغل، وبيبدأ يطبق القواعد بتاعة القوة دي فعلا، ومش بيساعد اي حد في الشغل لدرجة ان الناس بيكونوا متعصبين منه، والمدير بتاعه بيعاقبه على تصرفاته دي. بالليل بقى بيكون مين وكانج قاعدين وعمالين يفكروا في ال30 مليون وون بتوع الشقة اللي هم المفروض يشتروها هيجيبوهم منين، وساعتها كانج بيقترح على مين ان هم يستخدموا العملة الرقمية، لكنها بترفض الحل ده وبتقوله ان عندها حل احسن، وان هم يبيعوا الحاجات اللي مش ضرورية خالص في البيت، والحاجات اللي مش ضرورية بالنسبة لها بتكون مهمة بالنسبة له بس هو بيجاريها، وهي بتاخد بالها ان هو اتضايق فبتقوله انها تشتري له بلاي ستيشن. وفعلا كانج بيروح علشان يقابل الراجل بتاع البلاي ستيشن ده، والراجل بيجي وبيديله البلاي ستيشن ومعاه كمان العاب، وبيقوله ان ديت مجانية لانه ما عادش محتاجها، فكانج بيفرح قوي. وبعد ما الراجل بيمشي كانج بيسمع صوت بلطجية ملمومين حواليه وبيضربوه علشان ياخدوا منه الفلوس، لكن هو مش بيعمل حاجة وبيجري وبيسيبه. وبعد ما بيرجع البيت بيكون حاسس بالذنب قوي باللي هو عمله ده وانه ما ساعدش الراجل، وكمان مين بتاخد بالها ان هو متضايق فبتحاول تهون عليه. وهو قاعد بقى بيلعب بلاي ستيشن في البيت بيظهر على جلده طفح جلدي غريب على ايده ورقبته. تاني يوم بقى بيكون كانج رايح يقابل مامته، وساعتها بتستغرب قوي من الطفح الجلدي ده، وبتقوله ان ابوه كان بيجيله نفس الطفح دوت بالظبط. وبنعرف يعني ان امه ما تعرفش اي حاجة عن قوته الخارقة هو وباباه، فبيقرر ان هو ما يقولهاش اصلا عن اي حاجة. بعد كده امه بتديله شنطة فيها فلوس بتكون 30 مليون وون، وبتقوله ان ديت من جمعية هي كانت عاملاها، وانه يستخدم الفلوس ديت في جوازه من مين ويشتري شقة. وهو راجع وفرحان بقى وبيتصل بمين علشان يقول لها على الفلوس، بيحصل حادثة باص على الطريق وبيكون هيقع من على الكوبري خلاص، بيضطر انه يكسر القواعد بتاعة القوة ويساعد الباص دوت بدل ما الناس يحصل لهم حاجة. واول ما بيبدأ يساعدهم الفلوس بتتحول لعملات معدنية والطفح الجلدي بيختفي زي ما بابا قاله بالظبط. وبعد ما بينقذ الاتوبيس كل الناس بيكونوا بيصوروه ومبهورين باللي حصل. بنيجي بعد كده البنت اسمها جين وهي بتجري من شوية بلطجية، بعد كده بتبدأ تحاربهم لأنها عندها قوة خارقة وهي النار، وأول ما بتستخدم القدرة ديت بتظهر بنت اسمها جو وبتبصلها بقرف كده، وبنعرف إنها بتعتبرها مجرد بنت فاشلة في المجتمع، وبتخلي البلطجية بتوعها يقبضوا على جين. في سوبر ماركت بنشوف واحد اسمه هو اللي بيكون مدمن على الشرب شوية، وهو قاعد مع مي الموظفة اللي شغالة معاه، وبيكونوا قلقانين قوي على جين. وساعتها بيشوفوا الفيديوهات اللي منتشرة عن النت عن كانج وهو بينقذ الباص، فهو بيقول لمي ان هم محتاجينه علشان ينهوا الحرب دي. في الوقت ده بنشوف كانج اللي بيكون محبوس والناس اللي مسجونة مش سايبينه في حاله، فبيتصل ساعتها على المرابي جونج واللي بتكون بنت اصلا مش راجل، وساعتها بتساعده فعلا ان هو يخرج، وبيعرف ان ابوه مديون لها ب3 مليار وون، فبيحاول يهرب منها لكن رجالتها بيضربوه وبيغمى عليه. في الوقت ده جو بتكون في مزرعتها، وبنعرف ان هي لما بتقبض على حد بتستخرج منه القوة الخارقة بتاعته وبتحوله لشخص عادي، والقوة دي بتديها لأي شخص تاني هي عايزاه، وبتعمل كده فعلا مع جين
وبتستخرج منها قوتها وبتديها للحارس بتاعها. بنرجع بقى للمربية جونج اللي بتحاول تختبر قوة كانج وبتخلي رجالتها يضربوه، وبتكون متغاظة قوي لأن أبوه متجوزهاش وبتأمره إن هو يتجوز بنتها لو عاوز يهرب من جو، فبيكون محتار قوي وبيكون عاوز يهرب وفعلا بيهرب، بس هي بتكون سايباه بمزاجها لأنها واثقة إنه هيرجع تاني. بعد ما كانج بيرجع البيت بقى بيلاقي إن مين زعلانة وبتقوله إنها مش هتقدر تعتمد عليه تاني وبتسيبه، فبيجري وراها بسرعة برا البيت بس مش بيلحقها، وساعتها شقتهم بتنفجر، فبياخد باله إن في حد بيراقبه وده بيكون الحارس بتاع جو، فبيروح على بيت أهله على طول علشان يستخبى عندهم، وبيلاقي ساعتها جواب أبوه سايبهوله. تاني يوم بقى جو بتراقب مين وهي رايحة فرح في فندق، وبتقرر إنها تستخدم مين كطعم علشان تمسك كانج، وساعتها بيحصل انفجار في القاعة. في الوقت ده كانج بيعرف الخبر بتاع الانفجار وبيكون قلقان قوي على مين، وبيفضل يتصل عليها بس هي ما كانتش بترد عليه، وبيطلع فلوس من حساب التوفير لأنه معهوش فلوس يروح لها، مع إن أبوه في الرسالة كان كاتب له ما يعملش كده. وأول ما كانج بيوصل بينقذ مين من سقف كان هيقع عليها، فساعتها بتحس بالراحة قوي، بس بتتضايق لما بتعرف إنه صرف الفلوس اللي في حساب التوفير، وبتكون بتفكر في الموضوع ده وهو بينقذ الناس. وبعد ما بيكونوا لوحدهم بيقول لها إنه خلاص خلص ورق الجواز ويقدروا يفتحوا حساب باسمها ويكون ملكها حتى لو اتطلقوا. بتفرح قوي، وأول ما بيحضنها بيلاحظ إن حارس جو موجود، فالحارس رماه في النار وللأسف كان خلص كل فلوسه فما عندوش قوة، ومين بتكون مصدومة قوي، لكن كانج بياخد من فلوس الفرح علشان يضربه ضربة قوية وفعلا بيضربه، بس مين بتكون خايفة قوي لأنه كده هيضعف لأنه استخدم فلوس حد تاني علشان يطلع قوته، وديت من الممنوعات في القواعد بتاعة القوة. الوقت ده بقى بنشوف هو ومي اللي بيخشوا فجأة، وهو بيقول لهم إنه من جمعية الناس الخارقة يعني، وإن هو عارف أبو كانج، بس كانج مش بيكون في وعيه خالص وبيغمى عليه من كل اللي حصل ده. بيفوق بعد كده كانج واللي بيكون في بيته وبيكون مستغرب قوي ومصدوم من اللي حصل، وبنعرف بقى ان هو ده محامي وبيشرب كتير وده بيقويه، وعنده قدرة خارقة ان هو يقدر يعدي بين الحيطان، ومساعدته مي قدرتها انها تقدر تحرك الحاجات بعقلها، والاكل هو اللي بيقويها. في الوقت ده كانج ومين كانوا عاوزين يمشوا مش عاوزين يكون ليهم علاقة بيهم، بس هو بيقوله ان بيتهم اتحرق بسبب الصيادين الغامضين، وبيقول لهم ان دول ناس اغنياء عاوزين يقضوا على الناس اللي عندهم قدرات خارقة، وإن عيلة جو هي اللي بتدير المنظمة ديت، وإن هدفهم الجاي هو كانج بنفسه. بعد كده بنشوف أبو جو هو بيتكلم مع أبوه اللي في غيبوبة وبيقوله إنه لا اللي أذاه، بس بعدها بيخلص على أبوه وبيأمر بنته إنها تلاقي كانج بأي تمن. بنرجع تاني لهو اللي بيقول إنه عاوز قانونيا يقضي على الناس دي، لكن كانج مش بيفرقله وبيكون هيمشي، فهو بيسأله طب انت ليه ساعدت في إنقاذ الأتوبيس وكمان الضيوف في الفرح، فبيبصله من غير ما يقول حاجة. تاني يوم بقى والشرطة بتفتش الفندق بيلاقوا العملات المعدنية بتاعت كانج، وبيكونوا مش فاهمين جت منين دي، وما بيكونش تسجيل كاميرات المراقبة موجود، بس في فيديو الناس مصورينه ومين كمان بتظهر في الفيديو ده، فالمحقق بيكون عاوز يقابلها علشان يفهم منها. في الوقت ده كانج بيكون خلاص وافق ينضم للفريق بتاع مي وهو، ومي بتكون صريحة مع كانج شوية فده بيضايقه. بعد كده كانج بيروح لهو علشان يدربه على قوته، ومع كل قوة كانج ديت بيكون برضو مش عارف يضرب هو، فساعتها هو بيدربه ازاي يحارب ويقوى من غير ما يستخدم قدرته الخارقة. بالليل هو بيفضل يشرح لكانج استراتيجية علشان يخرب عمليات الناس الأشرار ويجمع أدلة ضدهم. بالليل بقى بيكون كانج لابس كمامة ولافف على بطنه حاجة كده علشان العملات المعدنية ما تقعش لما يضرب الناس دول اللي هم البلطجية اللي عنده في الشارع بتاعه، وساعتها بيضرب البلطجية دول فعلا، وبتكون جونج شايفاه كل ده وبياخد منهم البلاي ستيشن وبيرجعه للراجل اللي كان اشتراه منه. بالليل بقى لما كانج بيروح يقعد مع مين بتقوله انها هتدير فلوس الشقة وهتشتغل شغلانة تانية كمان، وانها كمان فازت في قرعة المتجوزين الجداد بعد ما قدمت اوراق جوازهم لانهم دلوقتي متجوزين رسمي، فبيكون فرحان قوي. بنيجي بقى لجو اللي بتكون متعصبة قوي وبتطلع عصبيتها دي على الدكتورة سو، سبب كمان ان الحارس الشخصي بتاعها تقريبا مات بعد الضربة اللي كان اداهاله، وبتجبر سو انها تحقنه تاني علشان قوته تزيد. تاني يوم بقى بتكون اول مهمة لكانج والفريق بتاعه ان هما يوصلوا فحم للناس الفقراء وللناس الكبيرة، وكانج بيكون متضايق شوية بس بيقدر يخلص المهمة من غير ما يستخدم قوته خالص. بعد كده كانج بيروح يقابل راجل كبير شوية اسمه دو، وده كمان بيكون عنده قدرات خارقة وان هو يشوف المستقبل، بس المشكلة ان ذاكرته ضعيفة شوية، وبيقول لكانج انه هيخسر التوهج بتاعه ده لو ما خاطرش بحياته، وان كمان المنظومة بتاعت جو هيعرفوا مكانه قريب قوي.
والمشكلة انه بعد ما خرج من عنده بيلاقوا ان المنظومة لقت مكانهم وجاية لهم فعلا، فهو بيأمر كانج ان هو يهرب هو وميودو، وهو بيبدأ يحاربهم فعلا. بس كانج مش بيرضى يسيبه لوحده وبيتصل على المربية جونج وبيوعدها بأي حاجة مقابل قرض، فبتوافق فعلا. وبعد ما بتقفل معاه بنعرف ان عندها موظفة جديدة وهي مين. بنرجع تاني لفريق كانج اللي بيكونوا اتحصروا من كل مكان خلاص، وساعتها جو بتظهر لهم، وساعتها دو بيشوف مستقبلها وبيعرف انها هتفقد بيتها، وكمان المسدس بتاعها ده هيسبب لها الموت، وكانت عاوزة تأذيهم. بس قبل ما تعمل حاجة كانج بيظهر وبيبدأ يقاتل مع الحارس بتاعها، وبيقعوا هما الاتنين من فوق منحدر كده في دخان ونار. بس المشكلة ان هو معهوش فلوس كتيرة، وبيبدأوا بعد كده يتقاتلوا في بركة المية اللي هما وقعوا فيها تحت، وكانج بيكون عمال يضربه لحد ما العملات المعدنية بتخلص منه وبيغمى عليه. وللأسف فلوس كانج بتخلص، بس بيظهر له عملات معدنية جديدة فبيضربوا بيها وبيخلص عليه خالص. وبعد ما بيطلع جو بتديله موبايلها علشان يكلم أبوها، وأبوها بيقوله إن هو عاوز يعرض عليه صفقة وإنه يشتري قوته مقابل أي مبلغ هو عاوزه، وبيديله مهلة يفكر فيها لأنه بيكون محتار. بعد ما كلهم بيمشوا بقى الشرطة بتروح هناك علشان تحقق في الدمار اللي حصل هنا ده، والمحقق هوانج بياخد باله من العملات المعدنية اللي لقاها برضو في الفندق لما كان بيحقق هناك. بياخد باله من الاتفاق اللي بين كانج وجونج عن موضوع القرض دوت، وبيعرف ان كانج متجوز مين اللي هي الشاهدة على موضوع انفجار الفندق. بعد كده كانج بيروح لأهله علشان يعزمهم على جوازه، وبيقول لهم ان هم يقابلوا عيلة مين قريب قوي، فمامته بتكون مبسوطة ومتحمسة. بعد كده كانج بياخد ابوه على جنب وبيسأله اذا كان يقدر يبيع قوته الخارقة ولا لا، وبيقول له ان منظمة جو عرضت عليه انه يبيع قوته الخارقة مقابل اي مبلغ هو يطلبه. فابوه بيقول له ياخد حذره لانهم مش طيبين يعني ممكن يأذوه في اي وقت. بس كانج مش بيهتم بالكلام ده لانه بيكره ابوه، شايف ان هو اكتر حد اذاه في حياته. بالليل بقى كانج بيروح لمي علشان يحكي لها الموضوع بتاع بيع القوة ده، وبيعرف ان كلهم باعوا قوتهم للمنظومة ديت ما عدا هي وهو. وبيخش اوضة هو بيلاقوا اوراق كتير متعلقة بالموضوع ده، وبيكون كانج زعلان لان ابنه المستقبلي كده هيتورث القوة ديت حتى لو هو مش عاوز يورثها له. وبيكتشفوا ان جين بعت لهم قوتها مقابل 80 مليون وون. في الوقت ده بيكون هو عارف ان هو عنده سرطان كبد، ومع ذلك بيفضل يشرب ومش بيهمه ان هو عنده سرطان، وبيتجاهل مي تماما. في الوقت ده جو ابوها كانوا قاعدين مع بعض، وابوها كان متعصب منها بسبب انها ما قدرتش تمسك كانج. هو بيكون عاوز يشتري قوته قبل ما هو يعرف الثغرة اللي موجودة في قوته. في الوقت ده بقى كانج بيفكر يكون اناني لاول مرة في حياته، وبيطلب من ابو جو 4 مليار وون. ففعلا ابوها بيوافق، وكانج بيكون فرحان قوي، وبيروح يخرج مين ويجيب لها ايس كريم غالي، وبيستخدم قوته في انه يشيلها ويلف بيها حوالين المدينة كلها، وبيديها ختم الماس وبيقول لها انه هيشتري لها شقة حلوة قوي قريب، فبتثق فيه وبتكون فرحانة. تاني يوم في الشغل بقى بما انه فرحان بيساعد كل زمايله في الشغل، على عكس اول ما كسب قوته. وبيجي له زبون اسمه جون وبيكون من امريكا، وساعتها بيقول انه عاوز يغير العالم وبيبص نظرة غريبة كده، بس بعد كده بيقلب الموضوع لهزار يعني. في الوقت دوت كانج بياخد باله ان المحقق هوانج جالهم الشغل وبيترعب قوي، وساعتها بيهرب بسرعة قبل ما الراجل يعرف اي حاجة عنه، وبيتصل بأبو جو بيقول له انه ياخد قوته بقى بسرعة. في الوقت ده كانج بيروح المزرعة وبيلاقي ان هو مي موجودين هناك اصلا، وبيكون هو متعصب قوي من كانج وبيحاول يمنعه ان هو يبيع قوته، وشايف ان دي خيانة يعني. بس كانج مش بيكون مهتم، وبيجي رجالة جو كانج بيخش معاهم وبيكون متوتر شوية. بعد ما بيربطوه على الكرسي بيبدأ يفكر إذا كانوا ينفع ياخدوا قوته فعلا ولا لأ، وبيتردد شوية يعني. وأول ما خلاص كانوا هياخدوا منه القوة، في الوقت ده كان هو مي بيفكروا ازاي هينقذوا كانج منهم. في الوقت ده بقى ابو جو بيتصل بيها، فبتقوله انها مسكت كانج وبتأمر رجالتها ان هم يستخرجوا منه قوته بقى ويخلصوا. فهو بيحاول يعني يضيع شوية وقت، وبيقول لهم ان هو انضم الفريق بتاع قدرات خارقة علشان يحمي حياته العادية. في الوقت ده مي بتقطع الكهرباء وهو بينشن نار على شنطة الفلوس، والدنيا بتتقلب خالص في المكان. بنرجع فلاش باك لما بنعرف ان المنظمة ديت كانت بتراقب الفريق بتاع كانج كله اصلا. فريق كانج كان عارف بده اصلا، وكانوا بيمثلوا ان هم متخانقين علشان يعني يخشوا المعمل ويوصلوا لأوضة معينة كده فيه. في الوقت الحالي بقى بينجحوا ان هم يخشوا الأوضة وبيكسروا الخزنة وبياخدوا اوراقهم عاوزينها منها. بعد كده بيولعوا في المكان كله وبيهربوا.
في نص الزنقة والأكشن ديت مين بتتصل على كانج وبتقوله إن المفروض عيلتهم يتقابلوا النهاردة وبتأكد عليه على الميعاد، فبيقولها إنه هيجي وللأسف على حظه الفقر شنطة ال4 مليار بتضيع منه. بعد ما بيطلعوا بقى بيقعدوا يراجعوا الملفات وبيعرفوا إن المنظمة دي بتعمل تجارب ليها علاقة بالقوة الخارقة، وإن التجارب ديت غير قانونية وبتسبب إدمان وهلوسة وحاجات كده. وبيكون في رسالة من جون لكانج كاتب له فيها إن هو معجب بشخصيته لأنه بيساعد الناس من غير مقابل. في الوقت ده بنيجي لجون وبنعرف إن سو الدكتورة بتاعت جو شغالة معاه وبتقوله إن مستخلصات القوة الخارقة اتنقلت لبنك معين كده. الوقت ده فريق كانج كانوا بيقتحموا الشقة اللي متسجلة باسم جون، ولما بيخشوا مش بيلاقوا غير تلسكوب متوجه لعمارة كده، وأول ما بيبصوا بيلاقوا ناس غريبة بيحدفوا نفسهم، وجون نفسه واقف هناك وبيشاور لكانج فبيتصدم قوي. بعد ما كانج رجع البيت بيلاقي مين نامت وهي مستنياه وسايبه له ورقة بتقوله فيها ما يضغطش على نفسه زيادة، وبيحس بالذنب لأنها بتضغط على نفسها في الشغل علشان تشتري الشقة. المشكلة الأكبر إن تاني يوم في الشغل المدير بتاعه خصم له 3 شهور من مرتبه لأنه لما كان بيهرب من محقق هوانج خد عربية مش عربيته، وكمان طلع من الشغل في نص اليوم. وعلى حظه كمان بيطلبوا في الاسم اليوم ده وهو بيروح معاه كأنه محامي، وساعتها المحقق هوانج بيطلع أصلا إنه كان واحد منهم وعنده قدرات زمان بس سابهم بسبب اختلاف وجهة نظره. في نفس الوقت دوت جو وجون كانوا قاعدين مع بعض وبيفضلوا يستفزوا ببعض وبيتكلموا عن مشروع كده جون بيخطط له، واول ما ابو جو بيجي جو بتقوله على طول على المشروع ده، وبيعجبه جدا المشروع ان هو هيجر رجل كانج ويوقعه كده، بيقوله يستلم هو المشروع ده فعلا. بنيجي الفريق كانج اللي بيكون عندهم مهمة ان هم يمسكوا تاجرة ممنوعات اسمها هيرمس بتبيع لمنظومة جو، والمشكلة بقى ان الميعاد اللي هيمسكوها فيه هو نفس ميعاد العشاء مع اهله واهل مين، وبيكون واثق انه هيقدر يوازن بين الاتنين، خصوصا يعني ان مين عماله تصرف فلوس كتيره جدا علشان تشتري له بدله حلوه يحضر بيها العشاء. يوم العمليه بقى هو بيكون مستنيهم بره وكانج ومي بيخشوا هما النادي الليلي، وبيكون العلامه الوحيده اللي يعرفوها عن التاجره دي ان شنطتها لونها احمر. اول ما بيلاقيها كانج بيكتشف ان هي دي نفسها سو، وفعلا بيكون عندها قدره ان هي سريعه جدا وبتسرق محفظته وبتبدا تقطعها وتقطع له بدلته، بس بتسيبه في حاله لما جون بيأمرها وكانج بيهرب مع مي. المشكله انهم بعد ما خرجوا الشنطه بتبعد عنهم وبيكونوا بيحاولوا يجيبوها، بس في بنت بتزق مي، وبعد ما كانج اخيرا بيقدر يمسك الشنطة بيقع والناس بيتكوموا فوقه وبدلته بتتقطع خالص. في نفس الوقت ده مين كانت بترن عليه علشان التجمع بتاع عيلتهم بس ما كانش بيرد طبعا. عايزك كده تغني وتلعلع يا نجم النجوم. في نفس الوقت ده وجو مع رجالتها في المعمل بتكتشف ان القوة المستخرجة اللي هي بتطلعها دايما من الناس مش موجودة، وبتشك ان جون هو اللي عمل كده. في الوقت ده بقى النادي الليلي رجالة جون كانوا خلاص هيمسكوا كانج، لكن الشرطة بتوصل والمحقق هوانج بيشوف كانج اصلا، بس في اللحظة دي هو بياخد كانج ومي وبيهربهم، وهو ومي بيكونوا حاسين بالذنب وبيعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يعني يساعدوا كانج قبل ما يروح لعشاء العيلة. لكن للأسف هوانج بيوصل لعشاء العيلة الأول وبيسأل مين عن كانج، وساعتها هو بيكون وصل خلاص وبيسمع مين وهي بتدافع عنه قدام المحقق، بيعتذر وهي بتطمنه ان كله هيمشي تمام قبل ما يتقبض عليه. في نفس الوقت بقى جو بتكون بتقرب من هو ومي. اسم الشرطة بقى بيكون المحقق هوانج عمال يلوم كانج وبيقوله ان الناس اللي عندها قدرات خارقة مش فوق القانون يعني، وهو شايف ان الناس بتتأذى بسبب المنظومة، وكانج بيرد ان هم عندهم مسؤولية ان هم يساعدوا الناس، لكن هوانج بيفضل عند كلامه وبيقوله انه هيوجه له تهم وبيحجزه. وهو في الحجز بقى جون بيجيله وبيزوره وبيكشف له ان هو اللي كان مخطط لكل اللي حصل له ده من الاول اصلا، من اول حادثة الاتوبيس والتنمر على الراجل بتاع البلاي ستيشن، حتى هو اللي ساب الملفات في النادي علشان فريق كانج يروح وياخدها. جون بيكون مخطط يمسك كانج لما الشرطة تنقله. نفس الوقت ده بقى مين وهي في البيت بتلاقي ورق القرض بتاع كانج وبتزعل وبتكون خلاص رايحة لجونج علشان تتخانق معاها بقى، لكن في الطريق رجالة جون بيحاولوا يخطفوها فبتتصل بجونج علشان تلحقها. الوقت ده فعلا رجالة جونج بيساعدوها وبينقذوها من رجالة جون. اسم بقى رجالة جون بيتنكروا كشرطة وبياخدوا كانج في الطريق وبيحاول ان هو يهاجم المنظومة، لكن المفاجأة لما بيلاقي حارس جو بيساعده ان هو يهرب، وكانج بيكون متلخبط لما بيشوف ان هو ومي دلوقتي بقوا شغالين مع جو، وبنعرف كمان ان جون دلوقتي شغالة على دواء خطير وتمت الموافقة عليه خلاص، وبتكون عاوزة ان فريق كانج يسرق الحاجات اللي جواها القوة الخارقة البنك بتاع جون اللي بيشغلوا المنظومة بتاعته.
تاني جون بيقدر يخلص على 2 من أعضاء المجلس اللي مش موافقين عليه، وبيكون أبو جو متضايق منه وبيدي جون فرصة أخيرة علشان يمسك كانج. بتطلب من كانج ما يخاطرش بحياتهم، لكنه بيكون مصر إن هو مسؤوليته عشان تساعده. بتروح لجونج بتطلب منها قرض ب30 مليون وون، وبيطلع أصلا إن البنك اللي جون متعاقد معاه تبع جونج أصلا. فريق كانج بيوصل للبنك اللي هو جيم، وجو بتأمر حراسها إن هم يبقوا يسرقوا الأنبوبة اللي فيها القدرات الخارقة من فريق كانج ويخلصوا على كانج نفسه. في الوقت ده بقى هو بيتظاهر إن هو زبون عاوز يفتح صندوق أمانات، ومي بتروح للمدخل اللي ورا وبتستخدم قوتها. كانج بيقدم نفسه عادي للموظفين وبيتعرفوا عليه، وبيطردوا الكل بما فيهم رجالة جو وبيقفلوا البنك. وبره بقى بتكون جو بتقلق وبتطلب من رجالتها يقتحموا البنك. بنيجي الكانج اللي بيشغل الأمن علشان يشتتهم، وفي نفس الوقت وهو بيدخل الخزنة ومي بتدخل رجالة جو وبيحصل اشتباك كبير بينهم وبين أمن البنك. في الآخر هو ومي وكانج بيتجمعوا جوه الخزنة، لكن بيتفاجئوا بسو وجون ورجالته مستنيينهم. ساعتها هو بيزق كانج على أوضة تانية وبيلاقيها مليانة فلوس أبو جو، وبيستخدم الفلوس ديت علشان يواجه رجالة جون وسو. في الوقت ده بقى هو ومي وبيهربوا. في النهاية جون بيفضل آخر واحد واقف، لكن قبل ما كانج يوصل له قوته بتتشل فجأة وبيغمى عليه، وبيصحى بعد كده في عربية المحقق هونج وبيكتشف إن قوته خلاص بطلت تشتغل سبب إنه كان بيستخدم فلوس ناس تانية مش فلوسه. هوانج بينصحه إن هو يبعد عن المشاكل دي، لكن كانج بيحاول يشرح له نظريته إن جناوي يبيع حبوب بتدي الناس قوة خارقة مؤقتة، لكن هوانج بيقوله إن الأشرار طول عمرهم بيعملوا حاجات وحشة ومش شغلان كانج إنه يوقفهم دلوقتي ولا يتدخل أصلا. بعد بقى ما الكل بيتفرق جو بتوصل وبتاخد العلب اللي فيها القوة. اللحظة ديت المرابية جونج ورجالتها بيهجموا على جو وبيبدأوا يقتحموا أوضة جنب الخزنة. نفس الوقت بيكون كانج بيشتكي لأبوه وبيقوله إن القتال ملهوش أي لازمة لأن اللعبة متقفلة ومترتبة من الأول. فأبوه بيقوله إن الفلوس عمرها ما كانت السبب اللي بيخليهم يحاربوا، وإنه لما يعرف السبب الحقيقي قوته هترجع له. في الوقت ده أبو جو كان بيتعصب جدا من جون علشان فشل إن هو يمسك كانج، وبيحجز له تذكرة للسفر بره البلد. المرابية جونج بتقاطعه وبتكشف له إنها لقت دفتر حسابات من البنك اللي كانت فيه، دفتر فيه قيمة راس المال اللي أبو جو كان استلفه من أبو جونج عشان يبدأ المنظمة بتاعتهم. وجونج بتطالب بحقوقها وبتاخد كل الفلوس اللي متخزنة في البنك. الوقت بقى اللي كان أبو جو مشغول بالموضوع دوت جون بيخطف مين وبيهدد إنه يخلص عليها لو كانج منفذش أوامره. مش بتنهار ولا حاجة ولا بتكون خايفة، بالعكس بتفضل تشجع كانج وبتؤمن بيه، وده بيعصب جون أكتر. بقى هوانج بيبص على الساعة المكسورة اللي دايما لابسها وبيفتكر كانج وإزاي كان مغمى عليه قبل ما الشرطة توصل للبنك، وبيقول لزمايله إن كانج مرتكبش أي جريمة وإن الوقت أهم من الفلوس. تاني بقى سو بتظهر قدام كانج وبتعمل له اختبار وبتقوله إنه ملوش أي قيمة من غير قوته، ولو قدر يهزمها هتوديه لمين، لكن قوته بتكون لسه مرجعتش وهي بتهزمه بسهولة جدا. فساعتها مي وهو بيتدخلوا وبينقذوه على سو. بعد كده هو بيكتشف ان مين محتجزة في شركة اسمها بيوم، لكن المكان ده شبه القلعة ولازم خطة محكمة. فكانج بيرفض انه يستنى لانه مش عاوز يخاطر بحياة مين. تاني يوم بقى كانج بيروح لوحده الشركة دي، بيفهم كلام ابوه اخيرا ان حماية حد والقتال علشان حاجة اهم بكتير من الفلوس، وساعتها بيطلع فوق السطح وبينط منه. في الوقت دوت مي وهو بيجوا علشان يساعدوا كانج اللي بتكون قوته رجعت له اصلا. في الوقت ده بيكون الفلوس خلصت خلاص من كانج، وجون بدأ يستخدم خطته وحط قنبلة في الأسانسير بتاع المبنى علشان لو كانج مدالوش قوته يحط مين جوه الأسانسير ويفجر القنبلة. في الوقت ده كانج بيجر جون لجوه الأسانسير، ومين بتفضل تتوسل ليه إن هو ما يعملش كده، لكنه بيكون مبسوط لأنه هو يقدر ينقذها بالطريقة دي. وأول ما الأسانسير بيبدأ يتحرك كانج بيفجر القنبلة، وده بيؤدي إن هو وجون يموتوا. ساعتها بتكون العواقب كتير قوي، والأخبار بتنتشر عن تقارير عن هلوسات جماعية وسلوك عدواني من الزباين اللي أخدوا الدواء بتاع المنظمة بتاعت شركة بيوم اللي هي تبع جون. وساعتها هو بيقول لمين إن الموضوع لسه مخلصش لأن المحقق هوانج عنده قدرة وإن هو يرجع بالزمن لورا. في الوقت نفسه بتكون جو جت للمكتب بتاع هو وبتكتشف القوة بتاعت المحقق هوانج.
في الوقت ده رجالة جو وسو ومين كلهم بيروحوا لمركز الشرطة، وسو بتساعد انها تصد رجالة جو وبتقول لمين انها هترجع للماضي هي كمان. ساعتها مين بتلاقي المحقق هوانج اخيرا وبتتوسل له ان هو يساعدها، بس هو بيكون شايف ان هما لو لعبوا في اي حاجة في الماضي ده هيؤدي لنتائج اسوأ، لكنها بتقول له ان كل الناس ديت انانية، لكن كانج اللي هو طيب ما كانش يستحق ان هو يموت لانه بس غير اناني، هي مستعدة تتحمل اي عواقب هتحصل. في الوقت ده المحقق هوانج بيقتنع فعلا وبيبعت مين للماضي للحظة اللي كانت قبل انفجار القنبلة، وبتحط الفلوس في ايد كانج، ولما القنبلة بتنفجر كل ذكرياتها في الحاضر بتتمحي، وكانج بينجو فعلا، بس المصيبة ان جون هو كمان بينجو بسبب ان سو رجعت وانقذته. ولما جون بيرجع لبيته بيكون مقرر ان هو عاوز يخلص على جو وابوها، بس في الوقت ده جو بتضرب النار عليه، لكن سو بتقف وبتعترض الرصاصة، فالرصاصة بتترد وبتيجي في جو بدل ما تيجي في جون. وفي الوقت اللي بيكون جون مشغول فيه مع جو بتكون جونج خطفت ابوها خلاص، وبما ان جون كان في جسمه ادرينالين، لما الادرينالين ده مفعوله بيروح جون بيعرف انه مصاب اصابات كبيرة قوي، وبيخلي سو تحقنه بالانبوبة اللي جواها القوة الخارقة، وساعتها بيخلص على سو وبيروح بقى علشان يشوف هيعمل مصايب ايه تاني. وبيروح جون بالفعل ان هو يهاجم مجمع سكني، وبيتصل بكانج اللي بيجي في الوقت المناسب علشان ينقذ طفلة صغيرة. بيحاول كانج ان هو يتفاهم مع جون، ولما بيفشل بيقرر ان هو يوقفه نهائيا. بقى المشكلة بقى ان كانجو هو بيقاتل جون الفلوس اللي معاه بتخلص، كانت الطفلة الصغيرة بترميله شوية فلوس وبتقنع الباقي ان هما كمان يرموله فلوس ويساعدوه، وهو بيتأثر بالموضوع دوت وبيبدأ يعيط، وبيقدر ينتصر فعلا على جون، وكل الناس بيجوا بيشجعوه. وبعد فترة بنشوف تكشف جونج عن اختلاس ابو جو وفساده، يتم تقديمه للمحاكمة. مي بتقابل جين اخيرا بعد كل ده، وكمان هو بيرجع يتواصل مع بنته تاني اللي بتكون متضايقة من شربه الكتير ده شوية، بالرغم من كده بتكون عاوزة تتعرف عليه اكتر وبتقعد تشرب معاه. واخيرا بقى مين وكانج بيشتروا شقتهم الجديده، قالوا على خبر حلو قوي انها حامل، وساعتها بيتفقوا انهم يشتغلوا كويس قوي علشان يدوا لطفلهم ده حياه سعيده. وبكده المسلسل يكون خلص. قولولي تقييمكم ليه في الكومنتات.